السلام عليكم ورحمة الله. معكم الجوكر. كما تعلمون وكما يعلم الجميع عبر كل بقاع العالم، فحديث الساعة وموضوع اليوم هو عن فيروس الكورونا. دعونا نتكلم بصراحة وبدون نفاق ولا حتى مجاملة. هذا الفيروس الذي بدأ بالانتشار في دولة الصين، ومنذ بداية انتشاره هنالك، إلا وأن كانت جميع تصريحات الشعوب العربية بأن هذا الفيروس هو عقاب من الله عز وجل، وأن هذا الفيروس جند من جنود الله تعالى أرسله لسكان الصين بسبب معتقداتهم وما شابه من ذلك، وكأننا نحن مبشرون بالجنة عبر أفعالنا التي نراها يوميا مع بعضنا البعض فاقت كل تصرفات اليهود والنصارى. نعم، إنها حقيقة مرة لن يعترف بها الجميع. دعونا فلننسى الماضي ولا نتكلم عنه، لأنه ربما بعد زوال العصابة الكبيرة أصبحنا في قمة الوعي والتحضر ونسير بأخلاق الإسلام كما يدعي الجميع. فمنذ ظهور وباء الكورونا أظهر معه ما تخفيه الأنفس من نفاق وكذب على أنفسنا. شاهدوا معي هذا الصيني المقيم في الجزائر ماذا يقول في تصريحه. السلام عليكم. كيف نقول على الجزائر باللغة الصينية؟ جيليا جيليا. وكيف نقول عاصمته؟ راس حبس. مدينة الجزائر جيعة جيليا جيعة. السلام عليكم يا جماعة. خلال هذه الأيام أنا وأصدقائي الصينيون أحيانا عندما نمشي في الشوارع نسمع كلمة كورونا، يعني صرنا كورونا، لقبنا كورونا. لا يا أخي، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لا تضيفوا الملح على الجرح. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما أكون أسير مع أصدقائي ينعتوننا بالكورونا مستدلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من سورة الأحزاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا أرد على هذا الصيني بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. نعم، كان البعض يسخر من هؤلاء الصينيون المقيمون بالجزائر واصفين إياهم بالكورونا، ولكن ربك يمهل ولا يهمل، وجاءت أقداره أن ينتشر هذا الوباء عبر أرجاء العالم ويدخل حتى الدول العربية. فهل يجوز عليهم الآن هم أن يلقبوننا بالكورونا، أم ستنقلب الدنيا رأسا على عقب إن فعلوا ذلك؟ هل سيلقبوننا بالكورونا كأخلاقنا نحن، أم سيسهرون على توفير لنا العلاج ومساعدتنا بأخلاق المسلمين، أو حتى بيعه لنا بأغلى الأثمان؟ متى نصبح نحن المسلمون أن نعطي بأنفسنا وبأخلاقنا درسا في التعامل مع الأجانب ومع غيرهم؟ متى نصبح نحن كمسلمين نتواضع ونحترم الغير من الأجناس ونتعامل بأخلاق رسولنا الكريم؟ متى ومتى وإلى ألف متى؟ نسخر منهم أم نبكي على حالنا الذي وصلنا إليه بسبب هذا التفكير المتخلف؟ على الأقل هؤلاء الذين نقول عنهم نحن كفار حاربوا هذا الوباء بالعمل والإرادة والتقدم، وليس بالضحك والاستهزاء. ولكم الصورة. نعم، إنه بلد الكفار يا سادة. أما نحن فلقد جار علينا الزمان وأصبحنا نحن هم ضحية هذا الفيروس، وأصبح أطباؤنا يحذرون المواطنين بالكف عن الضحك والاستهزاء، لأننا بصراحة لا نعرف إلا الضحك. وعن ماذا يضحكون؟ نعم، يضحكون على أنفسهم وعن قدر الله، وهم لا يدرون ما تخبئه الأقدار لهم. ولكم الصورة. السلام عليكم. حنايا الأطباء المقيمين في المركز الاستشفائي الجامعي ببوليدة نتوجه كل المواطنين ومواطنينا في نهاية ولاية بوليدة
وباقي الولايات إلى التحلي بالوعي والجدية وترك كل ما هو هزلي والمسخرة اللي رانا نديروها والسخرية من داء كورونا اللي راها مسبب كوارث وأغلق بلدان بأكملها. في إيطاليا عزل 15 مليون مواطن. إيطاليا بما تتوفر عليه من وسائل ما قدرش تقاوم المرض. بريطانيا كذلك. جماعة الحالة ما راهيش تشكر، راهم كاين مرضى مشتبه فيهم، مرضى مصابين. تحلوا بروح الوعي يا جماعة، حاولوا ما تخرجوش من الدار إلا للضرورة القصوى، تجنبوا أسباب المرض وما تجيش للمستشفى إلا لظرف قاهر، واللي يجي مع المستشفى يجي مريض واحد. راهم كاينين حالات مؤكدة، حالات مشتبه فيهم. تفادوا أماكن الازدحام، المقاهي، الحفلات على الأقل في هذا الشهر باش نقصوا من العدوى ونقصوا من انتقال المرض. حافظوا على آبائكم أمهاتكم من هذا المرض. إذا تفشى عندنا المرض يدير كارثة، إذا تفشى عندنا المرض يدير كارثة، إذا تفشى عندنا المرض يدير كارثة. خذ الأمر على محمل الجدية يا جماعة. نعم، إنه طبيب يخشى الفاجعة وهو يعلم ربما ما يوجد داخل المستشفيات الجزائرية، فكيف سنقف ضده يا ترى؟ حدث ولا حرج، فنحن كما ندعي بأننا مجتمع مثقف والحمد لله، وسنحارب هذا الوباء عبر أخلاقنا وعبر هذه المستشفيات. ولكم هذه الصورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها مستشفياتنا يا سادة، ومستشفيات من أصيبوا بهذا الوباء، وكيف يتقاسمون الغرف مع الجرذان، ولا زلنا لحد الساعة نقابل ذلك بالسخرية. نعم، اضحكوا يا أبناء بلدي، اضحكوا على مرض عجزت عليه ألمانيا وأغلب الدول العظمى. اضحكوا يا أبناء بلدي على حالنا الذي وصلنا إليه. نعم، اضحكوا على طبيب يحذر، وعلى مواطن لا يبالي بالخطورة، وعلى مسؤول لديه الشفاء العاجل بالموعد المحدد والدقائق. اضحكوا يا رفقائي على شوارع ربما ستفرغ، وعلى كبار وشيوخ وأطفال أبرياء. اضحكوا على مساجد فرغت. اضحكوا على مؤذن يبكي على آذان استبدلت فيه جملة حي على الصلاة بصلوا في بيوتكم، وهذا إن كان أغلبيتنا يقيمون الصلوات في المساجد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكم هذه الصورة التي جعلت قلبي ينقسم حزنا على ما وصلنا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. نعم، لازلنا نضحك على أمر الله تعالى بعدما كنا نقول إن الله أرسل لهم هذا الوباء كعذاب. وماذا سنقول عن أنفسنا؟ أهو عذاب أم قدر؟ تتساءلون ربما كالعادة، وماذا سنفعل؟ وأنا أقول لكم عودوا إلى الله. يرحل هذا الوباء الذي يسمونه بوباء كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض. إنه في سنة 478 هجريا كثرت الأمراض بالحمى والطاعون بالعراق والحجاز والشام، وماتت الوحوش في البراري، ثم تلاها موت البهائم، وهاجت ريح سوداء، وتساقطت الأشجار، ووقعت الصواعق. فأمر الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله تعالى بالعودة إلى الله
بتجديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسر آلات الملاهي، فاختفى ذلك الطاعون وذهبت تلك الأمراض والأوبئة، ونحن لا زالت الملاهي والكباريات مفتوحة لحد الساعة والتبرج في كل مكان. نعم، عودوا إلى الله يعود إلينا الأمن والأمان. السلام عليكم.